في 7 تريليون جنيه شهادات في البنوك، في جزء كبير منها جدا قرب يخلص. ده معناه ان في سيولة ضخمة هتطلع من البنك وهتروح في اتجاه تاني، والناس لسه بتسأل احط فلوسي في ذهب ولا دولار ولا عقار. الذهب عالميا هيحصل عليه منافسة، وده لأسباب سياسية. اسعار الذهب ارتفعت بشكل قياسي، والدولار بيتراجع كعملة مسيطرة، والجنيه المصري الناحية التانية قيمته بتتحسن كتير. قيمته اتحسنت بعد صفقات كبيرة زي راس الحكمة وعالم الروم، وطبعا افتتاح مصانع الموبايلات والعربيات. اللي فاهم السوق كويس ومتابع مؤشراته عارف ان العقار بيرجع بقوة، بس بشروط وهقولك عليها. خليني اقولك بقى اللي حصل فعليا. الدولار نزل من 51 ل 47 جنيه. أزمة الاستيراد شبه اتحلت تماما، والفايدة نزلت 4 مرات في 2025. الديفلوبرز بينزلوا خصومات على الكاش بتوصل ل 40%. فترات السداد بقت بتطول بشكل كبير. اللي كان شايف السوق فيه تباطؤ كان شايفه من زاوية واحدة ولازم يبص تاني، واللي فاهم المؤشرات دي عارف ان السوق بيعيد ترتيب نفسه، والعقار هيرجع لمكانته الطبيعية كأصل بيحافظ على القيمة، والكاش جنريشن هيبقى هو العائد الأساسي من العقار. شقة بتتأجر بالدولار للسياح والطلبة الأجانب، وحدات تجارية في موقع عليه طلب عالي، أو فرصة في البري لونش فيز بس تكون بسعر مظبوط. لو أنت عندك شهادة قربت تخلص أو عندك مدخرات وبتفكر تدخلها السوق، محتاج تسأل نفسك سؤال: أنا هدخل السوق فين ومع مين وليه؟ الفترة الجاية هتكلم عن الفرص اللي فعلا تستحق تحطها في اعتبارك. تابعني.